السلام عليكم، ازيكم جميعًا؟ تعالوا بقى بما إننا الجو برد كده، تعالوا النهارده هنعمل مع بعض طبق بليلة كده سخن يستاهل بُقكم بجد. البليلة ليها قيمة غذائية عالية جدًا، طعمها حلو جدًا، وكمان حلوة بتدفي في الجو البرد اللي إحنا فيه ده. بس قبل ما نبتدي أتمنى تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك للفيديو، يالّا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف عملناها إزاي النهارده. مبدئيًا كده بتشتري القمح من عند أي عطار أو أي سوبر ماركت، بس قبل ما نبدأ إن إحنا نسويه هابدأ إن أنا أنقيه الأول من أي طوب أو أي عفش بيكون موجود فيه، وباغسل القمح بتاعي مرة و2 و3 و4 لحد لما المَيّة بتاعته تبقى نضيفة تمامًا، تمام كده. هنغسله بقى وبعدين هنشوفه. كده أنا بعد ما غسلته والمَيّة بتاعته أصبحت نضيفة بالشكل ده، هانقعه بقى في المَيّة لمدة ساعتين. النقع هنا هيسهّل معانا عملية السِوَى. هننقعه بقى وبعد ساعتين هنبدأ إن إحنا نسوي البليلة بتاعتنا. وكده بقى بعد ساعتين بالضبط هابدأ إن أنا أصفّي المَيّة اللي على البليلة دي، وأجيب حلة مَيّة كبيرة واسعة، وهاحط فيها القمح بتاعي. لازمًا الحلة تكون كبيرة وواسعة، وكمان المَيّة تكون زيادة عن القمح بتاعنا بالشكل ده. هنرفعه بقى على نار عالية كده في الأول، وهيغلي بقى كده شوية. طبعًا القمح الموجود عندنا إيه، خَرَط مَيّة حمرا، فأنا هاخلّيه يغلي شوية وبعدين هاصفّيه وهاكُب المَيّة دي وهاحط له إيه، مَيّة نضيفة تاني. طبعًا ممكن القمح اللي أنتِ تشتريه ما يخرطش مَيّة بالشكل ده، بس أنا باوريكِ ملحوظة علشان لو صَدَف معاكِ واشتريتِ القمح بتاعِك وخَرَط مَيّة حمرا بالشكل ده، هتصفّي المَيّة بعد ما يغلي شوية وبعدين هتحطّي له مَيّة نضيفة، وهنسيبه بقى يغلي على نار عالية تاني لحد لمّا يستوي معانا. وكمان ما تحاوليش تغطّي الحلة بغطا نهائي علشان هو بيغلي وبيفور على البوتاجاز وهيبهدل لِك الدنيا. في الأول كده بقى نخلّي النار عالية عليه خالص لحد لمّا يغلي شوية، وبعدين هنخلّي النار كده وسط ونسيبه بقى يستوي براحته لحد لمّا يستوي والقمحاية بتاعتنا تفشّر. تفشّر يعني إيه؟ يعني القمحاية كده تتقسم نُصّين والقلب الأبيض اللي جواها بيطلع بالشكل ده. طبعًا أنا هنا هانقص حبّة هنخلّيها من غير لبن، وحبّة هاضيف عليها لبن، ولازمًا يكون في حبّة مَيّة من المَيّة اللي هي غليت فيها القمح علشان تدّيكِ طعم حلو وطعم البليلة كمان، يعني ما تنشّفيش المَيّة خالص. هاحط هنا بقى اللبن، وطبعًا يُفضّل إن أنتِ تنقصي حبّة لبن، تسيبي حبّة لبن هندوّب فيهم هنا. أنا هاحط هنا معلقتين سحلب، وهاحط عليهم ظرف فانيليا. السحلب هنا هيتقِّل القوام بتاعي سيكة بسيطة كده علشان ما يبقاش اللبن خفيف مع البليلة، وهيدّي له طعم حلو بجد إن شاء الله. جرّبوه ينال إعجابكم. لو مش حابة تحطّي سحلب ممكن تحطّي معلقة نشا بس تكون صغيّرة، سواء بقى السحلب أو النشا يُفضّل إن أنتِ تدوّبيهم في كوباية لبن، ما تحطّوش زي ما أنا حطّيت كده علشان ما يكلكعش منِّك وتبدئي إن أنتِ إيه، تفضلي تقلّبي فيه كتير بالشكل ده. هاحط هنا بقى السُكّر والتحلية هنا دي براحتِك. هنقلّب بقى كده لحد لمّا السحلب بتاعي يدوب والسُكّر يدوب، وهاسيبه بقى يغلي شوية على نار عالية علشان اللبن والنشا كلّه يغلي والسحلب كلّه يغلي مع بعضيه بالشكل ده. هنا بقى خلاص غليها شوية 5 دقايق، هاطفّي بقى عليه النار وهنبدأ بقى إن إحنا نغرفها وناكلها وهي سخنة. في الأول كده القوام بيبقى لسه خفيف، على ما بيهدى خمسة بتبُصّي تلاقي إن هو إيه، تقِل شوية. بس طبعًا هُم معلقتين سحلب حلوين لكمية الكيلو اللبن اللي إحنا حاطينه وكمية البليلة اللي إحنا حاطينها. هنا بقى نحط touch بسيط كده هنزينها بحبة فول سوداني وحبة زبيب، وطبعًا التزيين هنا شيء اختياري. وطبعًا البليلة بجد طعمها حلو جدًا بالسحلب واللبن، حلوة جدًا. وكمان البليلة تسيبوها كمان لحد لمّا تفشّر وتستوي خالص. أنا هنا ما استوِتش معايا هنا خالص علشان أنا الولاد ربنا يهديهم مش صابرين. هي كان المفروض إيه، تقعد كمان ربع ساعة على النار، بس خلاص بقى نزّلتها. بس بجد طعمها حلو، فأنا باقول لِك يعني رأيي إن أنتِ تسيبيها لحد لمّا تفشّر يعني إيه، قُلت لِك القمحية تتقسم نُصّين والقلب الأبيض اللي جواها يطلع، ودي كده البليلة اللي هي بتتاكل بقى من غير اللبن. وبجد على العربيات بيقدّم لِك برضه البليلة من غير لبن وفي بليلة بلبن. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا، أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.